جربت قبل كده تكون فلاح؟ تاكل برسيم؟ حد ينادلنا صاحب المزرعة الحمار المتهور لأقل عيشة في الفلاحين. بكل بساطة أنا أمنية، والنهاردة بحقق حلم من أحلامي من وأنا صغيرة، أعيش في مزرعة وأكون فلاحة. والنهاردة إحنا في مزرعة ويويز فارم، وائل هيقول لنا إزاي نكون فلاحين وهيعيشكم حياة الفلاح من زراعة لحيوانات لحصاد وحتى فترة ترفيه الفلاح عن نفسه. كل ده في الفيديو ده. أول حاجة كفلاحة لما بنصحى الصبح بنفطر الطيور قبل ما احنا نفطر. أنا مفطرتش أساسا يعني، بس هفطرها يعني. بطني اديك ده مرعب قوي. هقلب من غير معلقة ووزع الأكل على الأطباق بتاعتهم. الأطباق دي اسمها علافات، والعلافات دي بيتحط فيها ردة وذرة من غير أي حبوب أو أي كيماويات عشان تكون أورجانيك. ده أحلى من السلايم على فكرة، مريح للنفسية قوي. هو كده اتقلب أصلا؟ بقول لك يا ديكا صباح الخير. ديكا كل يا رب كل الاكل عجبك. ما تشتميش، بحط لك الاكل. انا سامعاكي على فكره. لا ما تزعقيش. طب والله بتخدني قوي ديكا. ده الجردة. صباح الخير. صباح الخير. سلام، بحبكوا قوي. وانت بتلم البتاع كده تحس كده ان انت لو اكلت نفسك مش هتحس بالسعاده دي. اشطفه وفي الارض. في الارض تحت شجره. ماشي، تحت شجره بقى عشان الشجره تكبر تجيب فرخه. كنت ناويه اسقي المزرعه كلها بشويه الميه. وهنا وائل كان بيحاول يعلمني حاجة لمستقبلي في الفلاحة، وأنا اتعلمت جدا. يلا بقى كله غمض عينيه ويشوف الست غالية هتعمل ايه. مش شرط أنجح في تقطيع البرسيم، المهم الفراخ تاكل في الآخر. إن لله وإنا إليه راجعون يا أبو صلاح. أما بقى على الجديان والخرفان لازم يتحركوا ويجروا عشان الدورة الدموية بتاعتهم، وينضفوا الأرض من الحشائش، بس بنتعب شوية معاهم. والله انا مش بعمل حاجه. انا عايزه اكلكم، اسمعني بس. السلام عليكم. انا بخاف قوي. المفروض افطركم بس هما لو سكتوا خليك زي ما انت. جاهزه طبعا. اجري يا مجدي. سهله. مش فاهمه حاجه. بياكلوا خضروات هيلثي، بيجروا كل يوم الصبح، بيتعرضوا للشمس. وانا هنا مش قصدي على الحيوانات. مش هكدب عليكم، أنا بخاف منهم قوي قوي قوي. يا حبيبي فيني يا حبيبي. انا خايفه قوي. وعجبني بقى الحوار، قلت أكلهم. دي عسل، دي جميله. تعالى هديك شويه. انت عسل. ابعد بقى. خلاص انت كلت كتير. تعالى. انت بتسند على اخوك يا عم. مع تدبير المزرعه. تعالي هنا. اللي هو ايه، عارف الميم بتاع الراجل اللي في الصحراء اللي واقف كده وعامل كده؟ هو فين واقف؟ مش بعتوش؟ مش عايزين تشربوا ميه؟ اللي عاوز يروح يتفضل. ولا جيم بقى ولا تراك. هتجيب لك مقاستين على جديتين وتقوم جاري طول اليوم بس. أما الحمار فبنأكل الحمار من خشاش الأرض، بس لازم نمسكها كويس عشان ما تسحبناش. كل ما خشاش الارض. والله ما فاهمه انا بعمل ايه. الزراعيه مليانه تراب. عجباكي حد ينادلنا صاحب المزرعه. الامر خارج السيطره. الحمار المتهور. وهأكلها بإيدي عشان أنا بحبها. اقعد يا عم معانا ربنا. بس مش تدوهمش مني زي كل مره، هتاكلهم كلهم من ايدي. ليه كده
يا زيتون. انا عملت لك ايه؟ وبعد ما فطرت كل الحيوانات هتبدأ تفطر انت. انا بفكر اروح اخد جذع الشجرة ده انقنق فيه. مش اوردر، مش بتايز. تجيب محصولك وتفطر بيه. واحلى لحظة في حياة الفلاح هي الحصاد اللي تعب وشقي فيه شهور. يا حلاوة خير بلدنا، بلدي. لو تعرف تقطف الليمون اكون شاكرة جدا ليك. الحقونا الحقونا بجد. خير بلدنا وجمال بلدنا وجمال زرعتنا وجمال بصلنا. مش ده ليمون، ده مش بصل. استنى. انا كانوا خاطفيني ومعيشيني في المدينة على ان انا بلاقي نفسي هنا. انا اصلا بحب الخل. تاني بقى ده هنا نازل وانا ماشي عالشوك برجليا وانت السبب يابا. حاجه بقى وهو بيزرع هناك. انت قاعد بتاكل الخضار وهو مزروع قدامك هناك. انا كنت عطشانه ومش لاقي حاجه احط فيها ميه، فلقيت القله دي. مش دي بتحط فيها ميه؟ ثانيه. لا دي على حسب انت عطشان قد ايه. عارف انت اللي بيبقى ماسك مساحه وبيشد الموجه بتاعت البحر والبحر بيرجع تاني ده. وبعدين بتزرع، بتجيب الحبوب وتزرعها. دلوقتي انا هزرع فول. ازاي بقى هنزرع الفول؟ تعالى اوريك. بنقوم عاملين كده، تمام، نحط الفلايه ويا طلعت يا لا. نامي بقى. ولا اسمه فول مدشوش، مش عارفه فول ايه، بس الفول ده بيكبر بيبقى شجره فوله. بس كده. ده ازاي تزرع في 5 دقايق. بس في نهاية اليوم الزراعة وكل ده مش زي ما انتوا فاكرين. الحياة مش بالبساطة دي. تحديات كتير تخلي الموضوع صعب شويه. حاجات كتير زي عماله، زي مفيش تقاوي، بذور اورجانيك يعني. ورثت تستحق الوظيفه. تستحق لو بتحبيها. لو انت حابه وعندك الشغف للحاجه دي ما عندكيش يبقى ما تعملهاش. بس حتى لو ده مش شغفك هتكتشف حاجات وحكاوي في المزرعة. هنا بقى ده زيتون او عنب، مش عارفه. لا ده زيتون، ده زيتون، ده زيتون. مش زيتون، لا زيتون. استفندي. اقول لك حكايه الاستفندي ده. اقول لك دي اسمها فاكهه المارند او حاجه كده. فكان جابها واحد اسمه يوسف افندي في مصر. يوسف افندي قام جاب الفاكهه دي، عجبت الملك قوي، جت على كيفه كيفته، قعد كده وهو بياكلها قال لا ده انا هسميها بقى يوستفندي، يوسف افندي. واكيد الفلاح عنده طرق يتسلى بيها. هو لازم يبقى بعد كل ده يبقى في حاجه ترفه بيها عن نفسك. ايه ده؟ يا سلام يا سلام. دي عيشه الفلاحين، اقل عيشه الفلاحين. سلام. ممكن اقعد هنا 3 سنين عادي. لا طلعها الشغلانه. بس ما ينفعش. مش هعرف انزل لاسباب شخصيه. انت قمح ولا شعير؟ بتعمل ايه هنا؟ بتشمس. وبعد كل ده واليوم الطويل ده تلاقي لسه اليوم مخلصش، وتقعد تستنى لحد ما الليل يليل وتاخد البيض من الفراخ. وبكده يوم الفلاح خلص بعد ما جمعنا البيض ورجعنا البيت. رسالتي من الفيديو ده، المرة الجاية لما حد يقولك يا فلاح دي مش شتيمة. دلوقتي انا لو حد قال لي كده مش هتضايق. قد ايه ده شرف ليا اكون فلاحة، عشان دي الشغلانة اللي بتخلينا كلنا لسه عايشين لحد دلوقتي. وما تنسوش ان الفلاحة في الفلاحة. وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني. بحبكم قوي.